قرمشة خطيرة، سيجار بالجبن والزعتر بلا شابلور، كيجي مقرمش ولذيذ بزاف، ما تقنعوش منه، والاهم سهل وجد اقتصادي. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر باش تعرفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في واحد لو بول غنوضع واحد الكميه ديال الجبن على حساب نتوما السيجار اللي بغيتو، يعني على حساب الكميه اللي بغيتو تخرجوا. هنا عندي داك الفخوماج فري كيجي زوين بزاف، سينون تقدروا تستعملوا غير الجبن البلدي. كندير عليه هكا الزعتر مطحون، شويه المليحه حيت عندي هنا الفخوماج شويه ناقص في الملح، وشويه ثوم بودره اللي كيبقى لي اختياري، كيجي صراحه بنين 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 بزاف. بالنسبه لهاد الكميه انا اللي درت ديال الجبن فراه خرجت ليا 7 لي سيجار. كيف قلت لكم نتوما على حساب الكميه اللي بغيتو تخرجوا كتحطوها ديال الفرماج فري. صافي كنخلط هكا الكل بفرشات. كنجي هنا الورقه ديال البسطيله كنقطعها هكا على 4 على شكل مثلث. كنوضع هذاك الجبن هنا. الصراحه سمحوا لي على دروينه لانني كنت كنصوب بريوات ديال الدجاج حلوين فكنت كنخدمهم، وقلت غنستغل الفرصه باش غنحيد عليا هاد الحشوه ديال الجبن ونديرها حتى هي. صافي كيف كتشوفوا كنلفها هكا يعني كندورها على داك الجبن وكندير هكا الطريفات كتجي بحال شكل الرساله. صافي وهكا كنبدا نطوي، وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو السيجار ديالكم يجيكم رقيق، بغيتو يجيكم غليظ، انا كنفضل هكا صراحه. بغيتو يجيكم رقيق بزاف فراه كتوضعوا غير شويه الجبن وكتحاولوا هكا بحال كتحربلوه حتى كتحصلوا على داك الشكل اللي بغيتو ديال السيجار اولا دينيم. هنا خديت شويه صفر ديال البيض اولا تقدروا تستعملوا شويه دقيق مع الماء وتلصقوا به ديك العجين. صافي وكنوضعها هكا حتى كنكمل الكميه كامله. السر ديالنا ديال السيجار باش كيجينا مقرمش، كنوضع واحد البيضه كامله يعني بالبيض والصفر ديالها مع قبيصه ديال الملح وكنخلط هكا الكل. صافي كنجيب داك السيجار ديالي كنوجد بعدا واحد الزويته اللي كتكون على عافيه متوسطه كتسخن مزيان، وكنجي هكا كناخذ السيجار ديالي وكنمرمدو هكا في البيض مزيان وكندوزو في لا شابلور. بالنسبه لا شابلور عندي هنا منكهه، اذا بغيتوني نشارك معكم الوصفه فيديو فخليوها لي في التعليقات. كتجي واحد الشابلور غزاله وكتجي لذيذه بزاف، يعني كتجي هكا في اي حاجه دي سيجار بريوات هكا، يعني دوك لي كروكيت ديال البطاطا ديال الجبن كتجي واحد الشابلور زوينه ولذيذه بزاف. صافي ملي كنمرمد هكا كنوضع على جانب حتى كنكمل الكميه كامله. فهاد الوقيته الزيت ديالي راه هكا تسخن، انا كنفضل نقليهم غير هكا في كاسرول. علاش؟ حيت كتكون عندي الزيت غزيره، اذا وضعت مقله فراه غنحتاجو بزاف ديال الزيت. كيف كتشوفوا كنحصل على هذا الشكل هذا، كيكونوا تغطاو كاملين بديك لا شابلور. صافي من بعد ما سخنات ليا الزيت مزيان كنبدا نقطع القطع ديالي. كيف كتشوفوا كيتغطاو بالزيت من الفوق من التحت، وكنبقى نقلب هكا كل شويه. كندير واحد العافيه مجهده شويه. صافي حتى كيتحمروا بهذا الشكل، كيجيو شكل ذهبي، واحد اللوين زوين وواحد القرمشه خطيره جدا، والاهم جد لذاذ وسهلين واقتصاديين. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.